السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل حبايبي اللي متابعيني في أكلات مينو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كشري الحلة الواحدة زي ما احنا شايفين، بسم الله ما شاء الله شكله عامل ازاي. هقول لكم على رأيي فيه بكل صراحة. وهنعمل معاه شوية دقة كده حلوين وشوية شطة زيت علشان خاطر يفتحوا النفس. وزي ما احنا شايفين الشكل بسم الله ما شاء الله 10/10. هنعمله النهاردة إن شاء الله بطريقة سهلة ومبسطة جدا لأنه مش هياخد معانا وقت. بس في الأول نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ مع بعض ونشوف الطريقة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا ربع كيلو عدس بجبة، طبعا نقيته وغسلته كويس جدا، وهنزل عليه بكمية مية مغلية زي ما احنا شايفين كده، وهغطي عندي الطبق لمدة نص ساعة علشان لما اسويه مع باقي المكونات ياخد السوا الطبيعي بتاع الحلة كلها. معايا هنا 3 بصلات زي ما احنا شايفين كده، او طبعا البصل زي ما انت عايزة الكمية اللي انت عايزاها. هقطعه على قد ما اقدر رفيع جدا جدا عشان دوت اللي انا هحمره واحطه على وش الكشري بتاعي. زي ما احنا شايفين انا مقطعاه رفيع على قد ما اقدر. هخلص الكمية بتاعتي كلها زي ما احنا شايفين كده، وهجيب معايا معلقتين كبار من الدقيق واحطهم عندي على البصل. دوت اللي هيخلي معايا البصل يفضل مقرمش لغاية اخر وقت معايا. حطيت عندي هنا 3 معالق كبار من الدقيق، وهبدأ ان انا زي ما احنا شايفين كده افرفطهم كده من بعض وهم فيهم الدقيق. طبعا الطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. ودلوقتي هبدأ ان انا اجيب معايا الزيت واحط معايا البصل بتاعي في مصفى زي ما احنا شايفين كده وانخله من الدقيق، وهبدأ ان انا انزل معايا بالبصل على الزيت. طبعا الزيت اللي عندي هنا ده انا هعمل بيه بقية الوصفة بتاعتي علشان هيكون مطعم بطعم البصل. زي ما احنا شايفين كده حمرت البصل وطلع معايا زي ما احنا شايفين ما شاء الله قد ايه مقرمش معايا وبيتكسر معايا بكل سهولة. طبعا البصل يفضل ما يطلعش على مناديل ورق علشان ما يطراش. انا طلعته على الطبق مباشرة زي ما احنا شايفين كده شكله. دلوقتي الزيت اللي حمرت فيه البصل هاخد منه كمية حلوة كده مناسبة، يعني ابقى كريمة شوية في الزيت عشان ده هيكون المقدار بتاع الزيت في الحلة كله. وهبدأ ان انا انزل معايا بشوية شعرية كده محترمين، وهبدأ ان انا اقلبهم لغاية ما اديهم اللون الذهبي اللي احنا شايفينه دوت. ودلوقتي انا غاسله معايا كوبايه من الرز، هنزلها معايا على الشعريه وهقلبها معايا في حدود دقيقه تسخن معايا مع الشعريه. مجرد ما يسخن معايا هكون طبعا جبت العدس بجبه بتاعي وصفيته كويس جدا، وهنزل معايا برضو على الحله زي ما احنا شايفين كده، وبرضو هيتقلب معايا مفيش برضو دقيقه واحده برضو. وبعدين هبدأ أنزل معايا بالمكرونة. طبعا المكرونة هنا أنا جايباها طبعا صغيرة جدا، أنا حاطة 400 جرام من المكرونة. ضروري جدا جدا في الوصفة دي إن أنقي نوعية مكرونة كويسة علشان ما تعجنش منك في الحلة. كشر الحلة الواحدة أهم حاجة فيه إني أستخدم مكرونة يكون نوعيتها كويسة جدا. قلبتها معايا برضو دقيقة واحدة، طبعا ما فيش أي حاجة عندي خدت لون خالص. وهبدأ أنزل معايا بالمية. طبعا عايز تحط مية سخنة ماشي، أنا حطيت مية على طول من الحنفية على طول. الطريقة بتاعتي هنا ان انا هستخدم نفس طريقة الرز بالظبط. انا حطيت هنا كمية من المية وعليها شوية من الملح وشوية من الكمون. اهم حاجة في الموضوع ان انا اظبط معايا المية. انا بعمله معاملة الرز الطبيعي خالص، نفس كمية المية اللي بحطها على الرز حطيتها عندي هنا. طبعا دلوقتي بعد ما حطيت عندي المية والتوابل الملح والكمون، حطيت عندي حبة مكرونة اسباجيتي. وزي ما احنا شايفين مقدار المية لو تقدري تقلليه عن كده سنة صغيرة كمان هيكون افضل. يعني انا عايزة الطبقة الفوقانية خالص ابين حرفها على خفيف. زي ما احنا شايفين كده خلصنا كده الحلة سيبناها على النار تغلي. ودلوقتي هبدأ أعمل معايا الصلصة. جبت حبة زيت من بتاع البصل برضو ونزلت بكمية من التوم. مجرد بس ما ياخد معايا لون على خفيف خالص هبدأ ان انا انزل معايا بمعلقة من الكزبرة. ما تستغربيش دي هتطعم لك الصلصة. انا يعني الحمد لله مميزة بصلصة الكشري بتاعتي بسبب ان انا بحط فيها معلقة خل ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. زي ما احنا شايفين كده بكل بساطة عملنا الصلصة. هبدأ دلوقتي أنزل معايا بمقدار الطماطم. طبعا الطماطم زي ما انت عايزة بقى، كتيرة قليلة زي ما انت عايزة. أنا حاطة في حدود كيلو إلا ربع طماطم ضربتهم في الخلاط. الطماطم ما كانتش حمرا طبعا قوي فاديت لها معلقة كبيرة من البابريكا، أو ممكن لو حابة تحطي معلقة كبيرة من الصلصة. هديها برضو نفس التوابل اللي أنا حطيتها، حطيت شوية من الملح وحطيت شوية من الكمون، وهقلبهم زي ما احنا شايفين كده. وهسيب الصلصة عندي على النار لغاية لما تقصر شوية. طبعا مش عايزاها متسبكة جامد، أنا عايزاها ايه تكون خفيفة كده معايا شوية. هغطيها وهسيبها دلوقتي. نرجع نبص على حالة الكشري ما شاء الله بتشرب معايا المية بتاعتها. مجرد بس ما تشرب المية كده كلها هوطي عليها خالص خالص
كأني بعمل رز طبيعي جدا مفهوش أي مشكلة. طبعا ما خدش معانا وقت خالص، يعني انت يعتبر واقفة كأنك بتعملي حلة رز، ولا أكتر ولا أقل. والشكل زي ما احنا شايفين ما شاء الله. دلوقتي الصلصة زي ما احنا شايفين هديها شوية الملح. أنا الأول اديت لها كمون بس، دلوقتي حطيت لها الملح، طبعا الملح حسب الرغبة. وهبدأ إن أنا أقلبها، وزي ما قلنا مش عايزاها تتسبك قوي، يعني مش كأنها مكرونة، هتكون خفيفة شوية. دلوقتي نعمل الدقة مع بعض. معايا هنا ملو معلقة صغيرة من الكمون الناعم، نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة ناعمة، معلقة صغيرة من الملح، وأحط هنا نص كوباية من الخل، وعليها نص كوباية مية مغلية. طبعا الخل قد المية بالظبط، قد ما احط الخل قد ما احط المية. وهبدأ ان انا اقلب معاه المقدار كويس. وطبعا ما ننساش معانا حبة التوم. طبعا التوم عندنا كان مدقوق يعتبر خشن شوية، حاولي تنعميه عشان ما يبقاش طالع على وش الدقة زي ما احنا شايفينها كده. ودلوقتي نعمل مع بعض بقى الشطة الزيت. معايا مقدار من الزيت، طبعا الزيت برضو بتاع البصل، حطيت عليه ملو معلقة كبيرة من الشطة الناعمة زي ما احنا شايفين كده. وهبدأ ان انا اشوحها شوية كده على النار. وبعدين هنزل عليها بكبشتين من الصلصة الحلوة اللي انا عاملاها بتاعة الكشري، زي ما احنا شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله. دلوقتي هطفي عليها، وبقت معايا الشطة جاهزة. عايزة اقول لكم الشطة ديت فعلا نار خالص، حراقة جدا. دلوقتي هبدأ ان انا افضيها معايا في بولة زي ما احنا شايفين كده. انا كمان بعمل عليها كمان حاجة، بقطع قطاية صغير خالص. ده القوام بتاع الصلصة اللي انا عايزاه زي ما احنا شايفين كده متوسط. هبدأ دلوقتي بقى ان انا اغرف معايا الكشري. زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه هو مفلفل ومعايا وجميل. الفكرة كلها يا جماعة في الكشري الحلة الواحدة، ان انا اول حاجة لازم استخدم نوعية مكرونة كويسة جدا. وتاني حاجة مقدار المية بتاعي ما يكونش كبير. زي ما احنا شايفين العدس بجبة قد ايه كان مستوي معايا، شفناه دلوقتي. فاهم حاجه استخدم معايا نوع مكرونه كويس، واظبط الميه، يعني الميه تكون قد ميه الرز بالظبط، اعامله معامله الرز. ويمكن اقلل كمان سنه صغيره عن ميه الرز. وزي ما احنا شايفين بقى بنزوق الطبق بتاعنا. طبعا اكيد دلوقتي نفسكم اتفتحت، انا واثقه ومتاكده ان الريحه دلوقتي جايه لغايه عندكم. حاجه بصراحه بسم الله ما شاء الله. حطينا على وشه البصل المقرمش الجميل، وشويه من الصلصه، وشويه من الحمص الشام، وبألف هنا وشفا. وهنحط معاه الدقة والشطة الزيت كده. مفيش كده أي حاجة ده ناقصة في الكشري بتاعنا الجميل دوت. أتمنى إن انتوا إن شاء الله تجربوه. بالنسبة بقى للفرق ما بين الكشري دوت والكشري العادي بتاعنا اللي احنا بنعمله العادي، إن كشري الحلة الواحدة ما خدش معايا وقت نهائي خالص، بالعكس خد معايا أقل من نص ساعة. أما بالنسبة للون بتاع الكشري بتاع الحلة الواحدة، طبعا بيكون اللون الكشري أغمق من الكشري العادي بتاعنا، عشان بيبقى طبعا شارب المية بتاعة العدس بجبة. اما الكشري العادي بتاعنا هو بصراحة بيكون احلى واطعم، بس بياخد طبعا وقت وبيوسخ مواعين كتيرة. طبعا لازم نجرب كده ونجرب كده. ده انا مسميه كشري المستعجلين، يعني لو ما عندكيش وقت تقدري تعمليه وبكل سهولة، وان شاء الله يطلع معاكي جميل زي ما احنا شايفينه كده ما فيهوش غلطة. هستنى رأيكم في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.